الفيفا تمنح الجزائر 40 مليون دولار. تقول لي حسام واش تحرش بينا؟ كيفاش السمانه اللي فاتت قلنا بلي نحاونا 3 مليون دولار وهذا الاسبوع عطاونا 40 مليون دولار. باوي 40 مليون دولار ايتشو نفهمك واش صرا هذا الاسبوع. اي باش شبيبه انفانتينو اللي خالط ترامب بزاف بعد نهايه المونديال اللي دخل ملايير الدولارات، يروح ترامب يبروبوزي على انفانتينو واحد المشروع جديد خطير وخطير جدا. مجموعه من رجال الاعمال تقول للفيفا باللي انت راكي مؤسسه غير ربحيه وراكي تدخلي ملايير الدولارات، واش رايك لو كنا نرجعوا فيفا مؤسسه ربحيه بمعنى شركه؟ يبقى هذا بالضبط الشيء اللي صرا. تروح الفيفا تبعث مراسله الى الجزائر ولا كل اتحاديه تاع كره القدم تقول لهم باللي من سنه 2026 حتى لسنه 2030 راح نمدوا لكم ما يقارب 40 مليون دولار ولا وافقتوا على واحد المشروع تاع خصخصه الفيفا. تقول لي حسام كيفاش هذه راهي داخله شغل رشوه؟ الفيفا علاش يتمد في دراهم للجزائر ولهاد الفيدراليات هذوما؟ باسكو الفيفا مال تمد لهاد الفيدراليات دراهم. باوي هادشي نحكي لك على واحد من اهم البرامج تاع الفيفا. شفيتوا كيفاش جا انفانتينو هذا العام للجزائر تلمسان وفتح واحد المركز هكذا رياضي تابع للفيفا؟ شفيتوا له هذا المركز هذايا تابع لواحد من اهم البرامج تاع الفيفا اللي اسمه برنامج فيفا فورورد او برنامج الفيفا للتنميه الرياضيه ولا فيفا الى الامام. كل فيدراليات كره القدم في العالم كامل تستقبل حوالي 8 مليون دولار كل 4 سنوات ولا على مدار 4 سنوات باش يطوروا زعما كره القدم في ذلك البلد. تمدها فيفا لهذه الفيدراليات بما في ذلك الفيدراليه تاع الجزائر. إبا مباشره بعد نهايه المونديال يخرج انفانتينو بمراسله يبعثها هذا الاسبوع للفيدراليه تاع كره القدم تاع الجزائر وكامل الفيدراليات تاع العالم، يقول لهم واش رايكم لو كان نحولوا الفيفا اللي هي منظمه غير ربحيه نون بروفيت اورجانيزيشن الى منظمه ربحيه ولكن ماشي كامل. لهم باللي رانا ندخلوا ارباح خياليه. قال لهم واش رايكم لو كان نفتحوا شركه صغيره في برنامج فيفا فورورد هذاك اللي حكيت لكم عليه، نسميوها فيفا فورورد انتربرايز بمعنى شركه فيفا للامام اف او. قال لهم بصح هذه الشركه راح تمثل فقط 20% من الفيفا، بمعنى انه الفيفا راح يكون عندها القرار الاداري الاخير، معناتها 80% من القرار الاداري راح يكون في يد الفيفا. معناتها ما نخافوش انه هذو رجال الاعمال اللي راح يستثمروا في هذه الشركه راح ياخذوا القرار. قيمه الشركه حاليا شبيبه رجال الاعمال هذو راح يستثمروا 20 مليار دولار 20 مليار دولار لشركه فيفا فورورد انتربرايز. وهنا يجي الدور تاع الفيدراليات هذو، لاخاطش الفيفا ما تقدرش دير هذا الشيء، لازم كامل الفيدراليات يفوتوا بنعم. شبيبه لازم يفوتوا بنعم. الور فيفا واش دارت؟ قالت لهم راح نرفع لكم فيفا فورورد اللي دائما نعطيها لكم كل 4 سنوات اللي هي 8 مليون دولار، نطلعها لكم الى 40 مليون دولار. قال لهم نعطيكم هذا العام راح نعطيكم 20 مليون دولار كدفعه اولى وتقعد 20 مليون دولار لمشاريع خاصه. قلت لهم عندكم خيارين، سواء تقبلوا تفوتيو بنعم كامل الفيدراليات هذه يفوتيو بنعم ويستقبلوا 40 مليون دولار 20 مليون دولار كدفعه اولى و20 مليون دولار كمشاريع خاصه، ولا نقعدوا في 8 مليون دولار راح نمدوها لكم على مده 4 سنوات ويقعد النظام كما راهو. انفانتينو في المراسله قال لهم الخيار راهو عندكم حتى 19 سبتمبر هذا اللي راهو داخل 19 سبتمبر باش تعطونا القرار النهائي تاعكم. وهنا اول الرافضين هي اليويفا، يجن جنونهم اللي عندهم 55 اتحاد يقولوا لهم مستحيل راح نقبلوا هذا العرض، على خاطر اصلا فيفا ما شاورتهمش في هذا العرض هذايا. تفهم باللي انفانتينو والفيفا تخدم مباشره مع رجال الاعمال وعلى راسهم الرجي دونالد ترامب. قالوا لهم اذا هذا المشروع هذا راح يجوز كامل الفيدراليات تاع اليويفا راح تنسحب من كل منافسات الفيفا، على خاطرهم يقولوا باللي معظم الفيدراليات في الكره الارضيه راح تقول نعم بيان سي راح تعطي لها 20 مليون دولار اوتوماتيكما راح تقبل. وهنا الشبيبه تجي قوه الديمقراطيه اللي راهم يسوقوا ليها الشباب الاوروبيين، هم يقولوا باللي تفوتي نعم ولا لا ما يهمناش، راح ننسحبوا وراحوا لغه التهديد على خاطر هذا الفوت هذايا ما يساعدهمش. قولوا لي نتوما شبيبه واش رايكم في مشروع خصخصه الفيفا وين راح يرجعوا 20% منها تابعه للخواص؟ واش رايكم في المبلغ المالي اللي راح تمدوا فيفا للفيدراليات هذوما ولا فوطاو بنعم؟ هل تعتقدوا باللي الجزائر لازم تفوتي بنعم ندخلوا لهذا المشروع هذايا ولا نفوتيو بلا؟ قولوا لي اكزاكتومون في لي كومونتير شبيبه ايه ولا لا، ندخلوا ولا ما فيهاش. Peace out.